أحبائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في أحداث جديدة من أحداث قصة علي مبارك. معادنا النهاردة مع أحداث الفصل الثالث السجين المظلوم. تعالوا مع بعض نتعرف على الأحداث. ملخص الفصل الثالث السجين المظلوم: تصرف بريء وطرد من العمل. تعجب الشيخ مبارك من عناد ابنه، أرسله إلى كاتب من الذين يقيسون الأراضي ليعمل معه. طرده الكاتب بعد 3 شهور لأنه لصغر سنه كان يفشي أسراره للفلاحين. إخلاص وجشع. فعاد الشيخ مبارك يعلمه بنفسه، ثم ألحقه بكاتب في مأمورية أبو كبير شرقية بأجر قدره 50 قرشا في الشهر، ولكنه لم يستمر أكثر من 3 شهور، وذلك لأن الكاتب لم يعطيه أجره، فعزم على أن يأخذ حقه بالحيلة. خصم علي مبارك 150 قرشا من تحصيله لبعض المال للكاتب، فعزم الكاتب على الانتقام منه، فأخبر المأمور بذلك الأمر، فأوقعه المأمور بحيلة ذكية ووضعه في السجن المظلم مقيدا بالحديد لمدة 20 يوما. قناعة بأهمية العلم. أنقذه الله على يد السجان العطوف الذي توسط له عند مأمور لزراعة القطن يسمى عنبر أفندي في حاجة إلى كاتب، فوافق على أن يعمل لديه علي مبارك بمبلغ 75 قرش في الشهر. وهنا أدرك علي أن العلم هو الذي أخرجه من السجن وأنزله مكان عالية. سؤال وجواب: ما سبب دهشة الشيخ وعجبه من ابنه علي؟ سبب الدهشة أنه لا يرضى أن يفرض عليه أحد رأيه، ويأبى إلا أن يجرب العمل بنفسه ليوافق عليه أو لا يوافق. لماذا ذهب الشيخ مبارك إلى ذلك الكاتب، وماذا يعمل هذا الكاتب؟ ذهب الشيخ إلى ذلك الكاتب لكي يقبل ابنه تلميذا له، فوافق على طلبه، ويعمل هذا الكاتب يقيس الأراضي للفلاحين. لماذا طرد علي مبارك من العمل الذي كان يقوم به؟ طرده بعد 3 أشهر من خدمته لأنه كان يتحدث إلى الناس عما يأخذه من الفلاحين، فاختار الرجل لإفشاء ذلك السر الذي يضر. ماذا فعل الشيخ مبارك مع ابنه بعد طرده من العمل؟ لم يهتم لطرد ابنه، وعاد يعلمه بنفسه، وكان يأخذه معه أثناء تأدية عمله ليقوم بكتابة المال الذي يجمعه من العرب لصالح الدولة، ويقوم بكتابته وحسابه. أين ألحق الشيخ مبارك ابنه عليا؟ ألحقه بكاتب في مأمورية أبو كبير شرقية بأجر قدره 50 قرشا في الشهر. لماذا لم يستمر علي مبارك في هذا العمل؟ لأنه وجد الكاتب يأكل عليه أجره ولا يعطيه غير الطعام، واستمر على هذا الحال 3 أشهر، فقرر أن يأخذ حقه بالحيلة. ما أثر ما فعله علي مبارك على هذا الرجل؟ قرر أن ينتقم من علي مبارك، وذهب إلى المأمور وأخبره بما حدث، واتفقا على الانتقام. هل انتقم المأمور من هذا الولد؟ وكيف؟ نعم، حين جاء إلى المركز طلب من الحكومة باختيار بعض الشبان للخدمة العسكرية. دعا المأمور علي مبارك إلى أن يذهب إلى السجن ليسجل من فيه، وعندما ذهب إلى السجن وضع في رقبته قيدا من الحديد وألقوا به في السجن 20 يوما. ما الصنيع الذي قدمه السجان لينقذ علي مبارك؟ الصنيع أن عرض على صديقه الخادم لمأمور الزراعة بأن لديه فتى مظلوم يجيد الخط وبارع في الحساب لكي يسعى له في وظيفة عند المأمور. ماذا طلب الصديق من السجان؟ طلب منه أن يكتب علي مبارك شيئا ليعرضه على سيده. هل وافق المأمور على تعيين علي مبارك لديه؟ نعم وافق، وأفرج عنه وعرض عليه أجرا وهو 75 قرشا في الشهر. ما موقف علي مبارك من العلم؟ ولماذا ازدادت قناعة علي مبارك بالعلم وضرورة تحصيله لأنه أخرجه من السجن؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية أحداث الفصل الثالث. استنوني في حلقة جديدة مع الفصل الرابع.